أهلا بكم مشاهدين فضائية كركوك الكرام. نقدم لكم اليوم حلقة جديدة من برنامج الرائدات، حيث نستضيف فيها النساء الرائدات في مجال عملهن. حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة، وأن من شأن هذه الحقوق واحترامها إتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة. فحقوق الإنسان والحريات الأساسية تتيح لنا أن نطور ونستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية وذكائنا ومواهبنا، وأن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها من الاحتياجات. أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وسواء كانت حقوقا مدنية أو سياسية أو اقتصادية، فهي جميعا حقوقا متأصلة في كرامة كل كائن إنساني. وطبعا لذلك فإنها جميعا تتمتع بوضع متساو كحقوق، وليس ثمة شيء يدعو حقا صغيرا، وليس ثمة تراتبية في حقوق الإنسان. أعزائي المشاهدين، اليوم نرحب معكم بضيفة رائدة جديدة تعمل في مجال حيوي ومهم. رحبوا معي مشاهدين الكرام بسيدة سرود محمد، مسؤولة منظمة الأمل للدفاع عن حقوق المرأة. مشاهدين الكرام، أهلا بك دكتورنا. شكرا عزيزتي، شكرا ست داليا على هذا البرنامج الرائع وعلى هذا التقديم الرائع حبيبتي دكتورة. وبنفس الوقت يعني هي من المهم هم نسلط الضوء على الناشطات في الساحة الكركوكية، يعني بالنسبة للمجتمع، وحتى يكونون مثل قصص نجاح للمستقبل. وإن شاء الله خلال هذا البرنامج يكون عندنا خطوة خلينا نقول نحو توضيح مسار عملنا، وأيضا خلينا نقول الدروس المستفادة اللي بحياة خلال مسيرة عملي حتى يستفادون منها أهالينا في المحافظة. نعم، بداية ست سرود محمد، بداية نعرف وخلي يعرفون المشاهدين من هي سرود محمد. صراحة يعني كانت عندي مقابلة قبل يمكن 15 سنة. خلال المقابلة قالوا لي عرفي سرود خلال 4 كلمات، وكانت عندي صعبة يعني خلال يعني أول مرة أسوي مقابلة وخلال 4 كلمات أوصف نفسي. اللي بينتها هي امرأة كركوكية، يعني امرأة كركوكية هي بنفس الوقت خلينا نقول عراقية، زين، يعني كانت عندي تحديات لما وصفت بهاي الكلام، وبعدين فكرت بيها شنو معنى امرأة، ليش أنا اختاريت بالبداية وصفتها هي امرأة، يعني وطالعة من رحم المعاناة اللي هي كركوك وبعدين العراق. خلال مسيرة عمري اللي قضيناها يعني مرينا بهواية صعوبات هي بالحياة، هي كان من الحرب الإيرانية ومع الكويت، وبعدين يعني الحصار وداعش وتهجير وترحيل، وأيضا يعني الآن اللي نخطوها فترة ما بعد الحرب ومعاناتنا وتحدياتنا، حتى نحترم بها يعني المصطلح البسيط اللي دائما احنا نستخدمها، وهي بسيط بس كبيرة بمعناها اللي هي حقوق الإنسان. يعني إذا أقول سرود هي من مواليد 71، هي ولدت ودرست ويعني بكركوك، من عائلة متألفة من بنات 2 وإخوان 2. إحنا البنات أكبر من الإخوان، وبنفس الوقت يعني تربيت هي من عائلة هي عشائرية من داخل كركوك، عائلة يعني متدينة. جدي هو كان يعني عنده مدرسة الطريقة النقشبندية، بس احنا استمدينا من يعني اكو قصص نجاح. يعني انا لما مرات اراجع نفسي، يعني لما بديت بعمل خلال هاي المراحل اشوف التاثيرات، تاثير جدي كان علي كلش هوايه، شقد كان عنده منظور انساني، الدين والانسان كان رابطهم مع بعض، لان الدين هو جزء من الانسانيه. أكيد. بعدين طريقه الوالد يعني الله يرحمه، الله يرحمه، هو اللي خلانا مثلا كان يضغط كل هواية على الدراسة وغرز بينا الدراسة، ودائما أنا يعني أذكرها بكل المحافل اللي أنا أدخل بيها. كنا صف رابع ابتدائي، ولما نجحنا يعني من الثالث للرابع الوالد هو أخذنا واشترى لنا أول كتاب. يعني هواية أمور أكو يعني اللي أتذكرها، هو اللي خلاني مرات يعني أمشي بسريع،
هو اللي خلاني أمشي راسي مرفوع دائما. يعني بعض الأمور أكو إذا الأب هو كان قدوة يعني للبنت صراحة هي تكون قوية، لأن يعني دائما الأب اللي ينطي ثقة لبنته هي دائما تحاول ترفع راس الوالد. ويمكن يوم من الأيام أني كان عندي تحديات لما بديت أشتغل بهذا المجال، لأن بداية خطواتنا من 2005 اللي بديت بهذا المجال، يعني إحنا لأن كنا مترحلين فترة بالبداية، يعني قبل ما أبدي هاي الأمور يعني من عائلة لما ترعرعنا ونشأنا هنا بكركوك. بيت جدي بالبداية كان بيتهم مصلى، بعدين جينا على شاطرلو، بعدين خلينا نقول على يعني واجهتوا هواية صعوبات. نعم، بعدين على رحيماوة، وخلال مثلا انتفاضة 91 يعني تقريبا 3 من عائلتي صاروا شهداء. الله يرحمه. الأطراف اللي كل أطرافي بانتفاضة 91 6 يمكن ماتوا، 6 يعني توفوا واستشهدوا بذاك، وكلها كان بالرصاص الحي. وأنا حتى انصابت، يعني عندي رصاصتين من إيدي دخلت وبظهري. الوالد الله يرحمه هو كان حتى بجسمه 3 طلقات لحد ما هو توفى. يعني مرينا بظروف صعبة كلش هواية، بس ووراها ترحلنا زين. وبس ب 2003 لما يعني خلينا نقول ب 2003 لما رجعنا الكركوك بدينا بالعمل الطوعي بهذا المجال. ولحد ما بديت بشكل رسمي مع يعني 2005 مع جمعية الأمل. يعني منذ 2005 لحد الآن أنا مع جمعية الأمل العراقية ومستمرة لحد الآن، والحمد لله. يعني خلال هاي المسيرة الطويلة للعمل بالمجال الإنساني، يعني هواية من الشباب بدأوا يؤمنون شنو هي حقوق الإنسان، شنو هي معنى الديمقراطية، شنو هي الدستور والحقوق والحريات الموجودة بالدستورنا. يعني عملنا يمكن بالعشرات حملات المدافعة بهذا المجال، وما زلنا مستمرين إذا الله ينطينا الطاقة. لأن أنا دائما أقول كل إنسان عنده رسالة بالحياة ولازم يوصل الرسالة مالته. ولما كل واحد يوصل رسالته يلا بعدين يعني هو احنا دائما نقول الحياة هي قصيرة، ولازم يعني نحاول نهيئ الأرضية أو البيئة الملائمة للأجيال القادمة. هسه أنتم الفتيات اللي بديتوا تدخلون هذا المجال صراحة هي أعرف بها تحديات هواية، بس يعني إحنا نحاول نهيئ الأرضية الملائمة للكل، خصوصا بالنسبة للنساء والفتيات أيضا يعني يكونون شركاء حقيقيين. نعم، هسه هم راح نذكرها شنو النصائح اللي تقدميها للبنات هسه للجيل الجديد. ست سرود، شلون كان مرحلة طفولتك وشلون مرحلة الابتدائية؟ هل تتذكرين أيام الابتدائية؟ نعم، يعني واحدة من الأمور اللي كانت لها تأثير، يعني إحنا قبل كانت عندنا مدارس مختلطة. نعم. يعني أنا وأخويا كنا بنفس المدرسة. نعم. هو كان مرحلة يعني لأن هو سنة أصغر من عندي، كنا مع بعض. ويعني هاي المدارس المختلطة ما خلى هذا التمييز، يعني على مود هاي مرات نشوف شخصيتنا يمكن شوية متميزة عن البقية لأن إحنا ترعرعنا بمدارس مختلطة. صحيح. حتى مثلا اللي دا نشوف النساء الفتيات اللي هم موجودين بالقرى والأرياف، لأن هم دا يدرسون مدارس المختلطة ما يحسون هالقد تمييز مع الآخر. صحيح. بس إحنا من البداية إذا ميزنا دا نشوف أكو تمييز. لما بالكلية لما يبدون يختلطون يعني تصير عندهم تحديات. صحيح. بس وهذا اللي قربنا. يعني أتمنى يعني من يعني وزارة التربية مدارس المختلطة تبدي ترجع، لأن هاي اللي خلتنا الشخصية قوية. ويمكن يوم من الأيام ضربوا أخويا الطلاب جوي قالوا تعالي ضربوا أخوك، وأنا رحت دافعت على أخويا. يعني هذا اللي خلانا يعني مو فقط خلينا نقول الولد يدافعون على البنات أو الرجال اللي يدافعون على النساء، لا إحنا هم نقدر ندافع عليهم، لأن أنا كنت أكبر وأقوى.
يعني هاي كلش مهمة. المدارس المختلطة إذا ترجع، أو توصيتي لأولياء الأمور إذا أكو مدارس مختلطة حاولوا تخلون أبنائكم هناك وماكو أي فرق، لأن هاي تعزز شخصيتها كبنية، ويعني ما تحس بذاك التمييز. هذا الشيء المختلف هو احنا اثنيناتنا كائنين رب العالمين يخلقنا بدون اي نعم. تمييز. نعم. ست سرود، هل هناك حافز اللي خلاك تحبين هذه المجال، سواء معلمة أو امرأة أو واحد يعني أو واحدة من الأهل اللي خلاك توصلين هذا المرحلة؟ يعني ذكرتي قبل شوية من واحدة من أبوك الأمور الله المهمة اللي يرحمه. هسه ذكرتها مع كلام جنابك، اللي أتذكر فد يوم، يعني تعرفين إحنا كل عوائل كركوك هيجي، فد يوم اشتروا بايسكل أخويا، مع العلم أنا أكبر من أخويا، يعني ليش ما اشتروا لي؟ أنا هم أريد بايسكل. صحيح. يعني وسويت يعني عركة من هاي التمام بوقتها بالبيت. أنا هم أحتاج بايسكل، ليش بس لأخويا؟ الوالد قال لازم اثنيناتكم تتعلمون. هو اللي خلاني مثلا اتعلم شلون اسوق بايسكل، هو اللي خلاني شلون اتعلم اسوق سياره. يعني هاي الامور هي كلش مهمه، لان كل اب وام يحبون يتركون بصمات بحياه ابنائهم. صحيح. هو اللي خلانا احب الدراسه، ولحد الان انا مستمره. يعني اذا اقول انا صحيح بالبدايه اول شهادتي هي كانت بموصل، بجامعه موصل. بعدين لما كملت الهندسه الزراعيه، لما رجعنا لكركوك وراء 2003، يعني 2016 تخرجت من كليه القانون، لأن القانون هي مجال اختصاصي. صحيح. واحتاجت أكمل، والآن أنا طالبة بتربية اللغة الإنجليزية بجامعة كركوك، لأن أحب أطور نفسي، وإنسان ما دام عايش وعنده إمكانيات وعنده قابلية يقدر يعني يستمر بالدراسة. نعم. وهاي كلها كانت نتيجة يعني الوالد، وشون هو اللي خلانا على هذا المسار. وبالإضافة إلى هاي يعني عندي يعني خلينا نقول كملت المرحلة الأولى من الماجستير بالهندسة الزراعية، ويعني وبديت بالمراحل كتابة خلينا نقول الدراسة البحثية. بس أنا توقفت، لأن هسه الآن راح أربط الزراعة ويا القانون وباللغة الإنجليزية. نعم. أريد أقدم فد شيء يعني يكون متميز عن البقية. حتى شلون، لأن كركوك هي دائما أنا أقول هي مو فقط هي محافظة نفطية. صحيح. مدينة الذهب الأسود، نقدر نقول هي مدينة زراعية وبيها ثروة حيوانية هائلة. يعني إذا إحنا نريد نشغل الكم الهائل من الشباب، أو نعتمد على المنتوج الصحيح، أو نحافظ على البيئة، لازم ننهض بالواقع الزراعي. وأيضا نعزز من سلطة القانون، اللي هذا اللي أنا أطمح بها من خلال سياسات زراعية تتبناها محافظة كركوك إن شاء الله، أو الحكومة العراقية بالمستقبل. نعم. ست سرود، شنو هواياتك بوقت الفراغ اللي تسويها؟ هواية إذا تجدين في وقت الفراغ طبعا. ويمكن بعض الأمور اللي أنا أحبها يعني من الصغر، لأن الوالد هو كان من الرياضيين القدماء، هو علمنا على الرياضة. يعني هو علمنا على الجملاستيك، ولي حد هسه يعني عندنا هاي الحلقات اللي نعلق بيها ونسوي بعض الأمور. هو اللي علمنا شلون إحنا نركض. يعني هاي الأمور اللي مرات حتى لما أضوج وما عندي وقت أمشي. إيه، لأن الرياضة صراحة هي كلش مهمة ويدعم الطاقة الإيجابية. إيه، وبالآونة الأخيرة بديت يعني أحب هم أطبخ بنفس الوقت. إيه، يعني مرات بالنسبة يعني أي امرأة في كركوك، يمكن هسه الآن إحنا ملاذنا الوحيد وما عندنا وقت، يعني يعني خلينا نقول نحب نطبخ أو نسوي معجنات أو الأكل. هاي مثل دعم نفسي اللي إحنا نستخدمنا خلال الشغل. ست سرود، هواية نسمع عن حقوق الإنسان. هل أكو فرق بين حقوق المرأة وحقوق الرجل؟ هي صراحة حقوق الإنسان هو حقوق المرأة. حقوق الإنسان مو هو حقوق الرجل فقط. يعني إحنا لما نطالب نقول حقوق الإنسان، هو حقوق المرأة، هو حقوق أشخاص ذوي احتياجات خاصة، هو حقوق الكبار بالعمر، هو حقوق المرضى النفسيين، أو يعني أي أطفال.
هي حقوق الكل. وهذا اللي احنا دائما نريده، ودائما احنا يعني كجمعية الأمل اللي بديت عمل بيها من 2005 وما زلت مستمر. يعني هسه الحمد لله يعني اكو شباب هواي يقدرون يكملون المسيرة. احنا كل مجال أغلبية شغلنا شلون نقدر نعزز بيئة الحقوق الإنسان، شلون نقدر نرفع الوعي. يعني هاي اللي مهمة بالنسبة لنا، يعني شلون الإنسان يطالب بحقوقه. يعني إذا أنا ما أعرف حقوقي شلون أقدر أطالب؟ ودائما نقول حقوق الإنسان. زين أنا أسأل يعني الإنسان اللي يطالب حقوقه يعرف حقوق الإنسان اللي واردة بالدستور العراقي أو بالقوانين العراقية؟ لا، لازم يعني كل واحد، لأن هذا حقوقي، هذا جزء من خلينا نقول الحقوق اللي انطتني إياه ما دام أنا حامل الجنسية، الهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية عراقية، جواز عراقي. يعني لازم أنا أعرف الحقوق اللي منحني إياها هاي الأمور وأقدر أطالب به قانونيا. وإذا أنا كان عندي وعي، رفع الوعي مهم جدا. وخصوصا يعني بالنسبة إلي هي يعني شلون إحنا نحقق العدالة بالمجتمع. وهاي يعني أتصور جزء من أهداف هذا البرنامج. شلون نحقق العدالة واللي يكون بمشاركة الكل بدون تمييز، لا على أساس الجنس أو القومية أو المذهب أو الديانة. لا، ما دام إحنا مواطنين، ما دام إحنا حاملين الجنسية، ما دام إحنا موجودين هنا ونعيش سوية، لازم كلنا يكون عندنا سواسية بدون أي تمييز. وهذا اللي إحنا نطمح بها. ويعني اكو امور اخرى يعني اللي هي حلم حياتي، يمكن اني اتمنى اشوفه بالمحافظه. يعني يمكن هسه يضحكون، يعني اتمنى مثلا بمحافظه كركوك المحافظ يكون امراه رئيسة مجلس. يعني حتى بديت هسه أشاور النساء الفائزات بالمجلس المحافظة، أقول طالبوا بالمناصب السيادية، لأن دائما يقولون نساء كركوك هي اللي ما تحاول وما تريد. لا، إحنا نريد وإحنا نحاول. أتمنى قائد شرطة كركوك تكون امرأة. يعني ليش؟ احنا عندنا خصوصا احنا النساء الكركوكيات طالعين من رحم المعاناة. يعني هاي الظروف اللي انا تحدثت بيها يعني خلقت نساء قويات. يعني ماكو والله وحدة قوية هي من اساسها طلعت قوية صراحة، ماكو الا مرت بتحديات وصدمات كثيرة. وبدل ما يعني هي وقعت عشرات المرات، لا حاولت تنهض. ولحد الان ما دام احنا نعيش نواجه تحديات، ما لازم نوقع. يعني لازم ما دام يعني كل واحد لازم يترك بصمة. هذا اللي احنا نحتاجه الآن. ودائما أقول للفتيات يعني كونوا قوية. يعني احتمال أنت باكر عقبة ما حد ما يعرف أنت تصيرين مديرة هذا القناة إذا طورتي من نفسك، طورتي من الإمكانيات. ورجاء لا تبقون يعني معلوماتكم محدودة، لازم تحاولون تتوسعون وتطورون شهادتكم، هي كلش مهمة. ماكو يعني أنا يوميا لازم أتعلم. إذا يوم مرت بدون تعلم، وحتى أنا واصلة هالعمر صراحة يعني هذا فراغ. يعني أنا اليوم ضيعت اليوم بدون يعني بدون أي إنتاج. لازم أنا غيرت، لازم أنا ضفت معلومة جديدة، لازم يعني أحاول أستمع. والاستماع هي كلش مهم. يعني مو خلينا نقول والله أنا وصلت مرحلة بعد ما استمع. مع الأسف إحنا هذا اللي نلاحظه من المسؤولين، لما يوصلون مرحلة معينة ينغرون بالمناصب وينغرون بالكرسي. بس هي مهمة دائما. يعني أنا أستمد يمكن قوتي ويمكن ما حد ما يعرفه من النساء اللي هم معنفات كانوا والآن أشوفهم قياديات. هاي أنا أعتبرها هذا مصدر يزرع قوة. الثقة اللي جواتك ست سرود. نعم، لأن أنا دائما أحس كل إنسان عنده طاقة كامنة. ولازم يعني شوية يحتاج دفعة لهاي الطاقة الكامنة. تشوفين الإنسان ينطلق. ليش؟ لأن إحنا هيئنا لها البيئة. وهاي البيئة الملائمة اللي أنا أريدها لكل أب ينطيها لبناته، لكل زوج ينطي لزوجته. يعني كلش مهم، لأن تشوفون الأسرة تكون سعيدة. يعني هي بدل ما تكون عالة تكون قصة نجاح. وهذا اللي احنا نحتاجه، لأن هي تكون سندك
وهي تكون ظهرك، وهي تكون جيشك اللي ما تحس به. هذا اللي يعني يوم من الأيام إذا وقعت بأي مصيبة تشوف هي تسندك. طبعاً. وهاي اللي نريده، إحنا نكون شركاء حقيقيين بهذا المجتمع، نبني وطن سوية. وهذا حلمي، يعني هذا اللي أنا أشوفها، أتمنى هذا الحلم يتحقق يعني إذا أنا باقية بالحياة. نعم. ست سرود، بعض الصور أكو راح نعرضها. نعم. خلينا نتعرف على الصور. هاي الصورة ست سرود وينها؟ نعم. ممكن تحكي لنا عنها؟ نعم، يعني هاي الصور اللي احنا بدنا نشوفها الآن، يعني الأول الصورة هي خصوصا أهمية مشاركة المرأة. يعني احنا دائما نقول ضمن شغلنا نحكي على قرار 1325. الآن لدولة العراق عندهم خطة استراتيجية ثانية لهذا القرار، ويعني شلون نقدر نرفع الوعي بالنسبة للنساء حتى يدخلون سلك الشرطة. وأهمية الوعي النساء بهذا المجال هي كلش مهمة. ويعني بنفس الوقت يعني هاي خلال مسيرتي النضالية بدينا بالتوعية، مثلا في دوز خرماطو، في أربيل، في سليمانية، في دهوك، في نينوى. يعني عملنا مع الناشطات اللي موجودين بهاي المنطقة، خصوصا المحافظات اللي هي قريبة من عندنا. وبدينا يعني سوينا حملات مدافعة كثيرة على قضايا بالنسبة لحقوق الإنسان، حقوق يعني ضمن الحقوق والحريات اللي واردة بالدستور العراقي. أغلبية اللي تشوفوهم بالصور هم من الناشطات. نعم. سواء كانت اللي مؤمنين بحقوق الإنسان، يعني من الشباب اللي موجودين، من الشابات اللي موجودين. وأيضا يعني هاي صورة التخرج. نعم، صورة التخرج بكلية القانون. نعم. هاي من الناشطات اللي موجودات ويانا بالجمعية. نعم. نعم. يعني هي كثير من الأمور اللي بدينا نشتغل عليها، خصوصا هي مو بمركز مدينة كركوك، أيضا بالأقضية والنواحي اللي تابعة للمحافظة. هنا كانت ضمن الحملة اللي هي ضد قرار خلينا نقول 57. نعم. يعني لأن لازم الحضانة تكون للأم. صحيح. لأن الأطفال إذا ما تربوا بحضن أمهاتهم صراحة يعني تكون نقص. صحيح. الطفل بالبداية يحتاج حب وحنان. هنا كانت عندنا حملات طوعية يعني كلش هواية. احنا دربنا النساء يعني ويا مركز التدريب المهني. نعم. اللي تابعة العمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة. وبعدين جزء من هذا العطاء اللي لازم كانوا هسه نرجع لهاي الصورة هم. جزء من هذا العطاء اللي كانوا لازم يرجعوها خلينا نقول للمجتمع. سوينا حملات طوعية، سواء كانت بوقتها لما كانت عندنا مخيمات أو بالمناطق اللي نقول أكثر هشاشة، كنا يعني هم يسوون حملات مثلا قص الشعر، تشجيع النساء، حتى نرجع لهم شوية أمل. وأيضا يعني وهنا هم مجموعة من الناشطين اللي هاي تم افتتاح هاي بالآونة الأخيرة المسرح بمركز شباب داقوق. ويعني كانت مع أحد الفرق الطوعية. هنا هاي التدريب خلينا نقول النساء حتى يتوعون النساء اللي بالسلك الشرطة، حتى يتوعون بحقوقهم وشلون ينظرون للأمور وكيف يتعاملون مع المجتمع. صحيح. نعم. هنا هم هاي ضمن القضاء الداقوق. نعم. أتمنى نرجع لهاي الصورة الأخيرة اللي قلت، هاي الجماعية أكثر شيء. الصورة نعم. الأخيرة نقدر نرجع. نعم. هاي كانت عندنا حملة ضد الانتحار، لأن حالات الانتحار بدأت بكركوك، بدأت تزداد بكركوك هواية. نعم. ست سرود. نعم. الآونة الأخيرة. نعم. هاي حملة ضد الانتحار. صارت عندنا حملة ضد المخدرات. يعني نعم. بعض الأمور اللي نشوفها تحديات، هذول كلهم ناشطات وباحثات اللي يشتغلون ويانا وما زالوا لحد الآن مستمرين. بعضهم وصلوا مناصب عليا. نعم. هذول كلهم الناشطات المستمرين، وتحياتي لهم إذا بدأوا يشوفون البرنامج. يعني لأن عمر الجمعية تقريبا 30 سنة.
يعني احنا أولة العام احتفلنا ب30 سنة لعمر الجمعية، لأن تأسست بسنة 92 وما زلنا مستمرين بالعطاء لحد الآن. بالبداية تأسست ب 92 بإقليم كردستان، ولأن وراء 2003 تحولت المكتب الرئيسي إلى بغداد، وإحنا ب 2005 بدينا العمل مع جمعية الأمل وما زلنا مستمرين لحد اليوم. يا سنة بديتوا ست سرود بكركوك؟ يعني من انتقلتوا من يعني بشكل رسمي بدينا من 2005. 2005 نعم. ب 2004 كانت عندنا يعني مشاريع يعني مثل طوعية صحيح. مع الشباب. نعم. يعني ولحد الآن احنا مستمرين، ومكتبنا ببغداد، وعندنا تقريبا فروع بأغلبية المحافظات، وأيضا بإقليم كردستان. يعني على نطاق العراق احنا دا نشتغل. شغلنا هي أكثرية بالمجال الإنساني، ونؤمن المنظمات المجتمع المدني يكونون شركاء لبناء الدولة، وتكون يعني ومستمرين بالحملات المدافعة. نعم. لأن هاي مهمة بالنسبة لنا، حتى يعني هاي تعزز الديمقراطية. وهذا هدفنا، شلون نقدر يعني عندنا حتى مشروع اللي هي تعزيز الديمقراطية، ومستمرين بها تقريبا يمكن صارت 6 سنوات، دخلنا بالسابعة. شلون نقدر نفتح الحوار مع المسؤولين، شلون يقدرون يستمعون لنا. كانت بها مبادرات هواية على نطاق المحافظة، وما زالت مستمرة لحد اليوم مع الشباب. ويعني يمكن أغلبية أهالي المحافظة يعرفونا، يعني لأن تقريبا اشتغلنا بأغلبية الأقضية والنواحي اللي تابعوا حتى بالقرى، وعندنا فرق ميدانية. نعم. هاي الصورة الصورة اللي تقصديها. نعم. ست سرود. نعم. هاي الصورة الجماعية هاي كانت بكركوك. نعم. بالمركز الثقافي. نعم. سوينا الاحتفالية مع 30 سنة. نعم. بحضور حكومة كركوك والناشطين والناشطات، هذول الأغلبية كوادر الجمعية. نعم. وحتى المدير التنفيذي للجمعية أستاذ جمال الجواهري والست هناء، هذول كانوا من المؤسسين الجمعية، وأيضا الهيئة الإدارية للجمعية كانوا حاضرين للاجتماع. من كل العراق كانوا موجودين ويانا أيضا، بس اللي موجودين بالصورة يعني هذول الأغلبية الباحثات والناشطين اللي دي يشتغلون مع الجمعية، منسقي المشاريع من يعني كل المراكز اللي موجودة على نطاق المحافظة تقريبا. يعني احنا بذاك الوقت كانت فوق 100 كادر الجمعية موجودة. ويعني وهذول أنا أعتبرهم هي القوة الضاربة اللي للخير، خلينا نقول الغرز الإنسانية، وكلهم يعني كلهم طالعين من رحم المعاناة. نعم. الأغلبية. نعم. صدقيني يعني ماكو أحد، يعني إذا أقول أتحدى أحد من عايشة حياة هانئة من طفولتها، ما حد ماكو. نعم. واللي يشتغلون ويانا مؤمنين بالقضية الإنسانية. نعم. وهاي دائما اللي إحنا دا نحكي بها، هي قضيتنا هي الإنسانية. نعم. وهذا اللي حلمنا وإن شاء الله يتحقق. نريد ناخذ رأيك ست سرود. في الآونة الأخيرة هواية ازدادت الطلاق. نعم. نسبة الطلاق، شنو رأيك؟ شنو اللي يدفع الزوج أو الامرأة للطلاق، يوصلون مرحلة الطلاق؟ يعني نقدر نقول يعني لازم أي أسرة تنبني على أسس سليمة. نعم. والهدف من عندها هي يعني تكون بناء أسرة. خلي شوي نوقف. لا عادي عادي. الهدف يعني من بناء أي أسرة سليمة، يعني إذا 2 من الشباب بدوا يفكرون بالزواج، لازم هدف من عندها زواج مدى الحياة. صحيح. وبناء أسرة سليمة، وليست من أجل غريزة أو مصلحة. صراحة هذا اللي إحنا دا نشوفه الآن، اللي كثرت في الآونة الأخيرة بسبب المصالح. نعم. يعني الزواج بها الشروط، لازم أكو بها تكافؤ.
نعم. تكافؤ يعني بمستوى الثقافي، مستوى العائلة، لأن عائلتين نعم. يعني نخلق عائلة جديدة من هالعائلتين، عائلتين يندمجون يعني يصيرون أقرباء، ويصير عندهم شركاء اللي هم الأطفال. صحيح. اللي دي يصيرون يعني لازم أي زواج ينبني على أسس سليمة، وهاي الأسس السليمة يعني إحنا قلناها بالبداية، مستوى العائلتين بمستوى بعض، مستوى الثقافي اجتماعي، مستوى التفكير العائلتين. صحيح. أحلامهم هم لازم يكونون قريبة من بعض، وليست ويفهمون بعض. نعم، وليست هسه اللي نشوفه الزواج الطفلات القاصرات أو القاصرين مع الأسف اللي يتزوجون خارج المحاكم، ورا فترة يبتلون بتربية الأطفال، مع العلم هم يحتاجون إلى تربية وتنشئة، وهم ما يقدرون يربون هذا الجيل الجديد، ما مؤهلين حتى يكونون أب وأم. هذا اللي إحنا يعني حلمنا يكون. وأنا دائما يعني أنصح البنات حاولوا تكملون شهادتكم، وأوصل أولياء الأمور، لأن الشهادة هي السلاح. يمكن أنا ما أقدر أعيش، يمكن لحد ما أشوف بنتي يعني أطفالها، يمكن يعني، بس أنا أريد أضمن مستقبلها. مستقبلها هي الشهادة. صحيح. حتى إذا باكر العقبة الزوج يعني ما كان هذا الزوج الملائم أو عافهم أو هجرهم، بس هي عندها شهادتها تقدر تحصن نفسها وتحصن أطفالها. صحيح. هذا اللي إحنا حلمنا، يعني الشهادة هي تقدر تعمل بشهادتها، تقدر تدافع على نفسها لأن هي وعيها بدأت تزداد، تقدر تربي أطفالها وتقدر تحمي نفسها وأطفالها لأن هي فتحت عينها وكملت الجامعة، والتعامل يعني مع المجتمع هذا كلش مهم. هذا اللي إحنا نحلم بها، يعني الشهادة هي كلش مهمة. هذا نصيحة للجيل الجديد، هسه كنا نذكرها. شنو نصيحتك؟ هذا أكبر نصيحة. نعم جيدة. يعني خلينا نجاوب على السؤال الأول بالنسبة لحالات الطلاق. ثانيا، إذا أنا كأم أو كأب يعني لما أخلي بنتي تتزوج أو ابني يتزوج لازم أني أخلي لهم استقلالية. يعني حتى هم يديرون حياتهم الأسرية، يبنون العش الجديد. مو أني أتدخل لازم ما تسوين هيك، لازم هيك، لا، إذا هم بيناتهم يتفاهمون. ولازم أنطيهم نصائح، حتى بالبداية أنصحهم هم شلون يحلون مشاكلهم. وإحنا الآن هسه بدنا نضغط مع المحاكم، أكو دورات تأهيلية قبل الزواج. يعني هسه مثلا الكنائس عندهم دورات تأهيلية لأن هم زواجهم أبدي. صحيح. هسه حكومة إقليم كردستان بدأت بهاي الدورات التأهيلية، شلون يقدرون يحلون مشاكلهم، شنو هي حقوق والواجبات الزوج والزوجة. هاي كلش مهمة. وبنفس الوقت يعني لازم إذا يعني وصلوا إلى مشاكل عقيمة يقدرون يستشيرون مثلا الأكبر منهم، اللي أكبر من عندهم. ولازم يعني اللي أكبر من عندهم ويريد مصلحة هذا الزواج يستمر. صحيح. زين. أو إذا ما لقوا هذا الشخص يقدرون يلجؤون للباحثين الاجتماعيين، الباحثات. يعني إحنا عندنا كومة باحثين ويتصلون بينا على خط الساخن، يقولون مثلا إحنا عندنا هيك مشاكل شلون نتصرف. حتى الرجال هم يتصلون بينا، ما أعرف أنا شلون أتفاهم ويا زوجتي، عندي هيك مشكلة شلون. يعني إحنا حتى نحافظ على السرية، لا نذكر أسماء لا هاي شيء. يقدرون. وإحنا هسه عندنا مركزنا مع الشرطة المجتمعية. يعني نستقبل حالات كثيرة. وحتى لو على خط الساخن، لو حتى على صفحة الفيسبوك مركز الأمل الإرشاد الأسري، يقدرون يتصلون بنا وياخذون إرشادات بدون ذكر اسم، بدون أي شيء آخر. نقدر نتواصل لأن إحنا هدفنا بناء مجتمع سليم. نصيحتنا للفتيات والفتيان نعم، أقدر أذكر كل شخص عنده حلم، رجاء يصير عندكم أحلام. حاولوا تخططون للأحلامكم شلون تقدرون توصلون إلها. بالنسبة لأولياء الأمور، غرزوا الحلم، لا تكسرون بأبنائكم قدام الغرباء. صحيح. حاولوا تنصحوهم، صادقوهم. الآن التربية الصحيحة هي مصادقة. يعني أنا والدي الله يرحمه هو كان أحسن صديق، يمكن هو كان أكثر شخص يفهمني. كونوا
أصدقاء الأولياء لأبنائكم، هاي مهمة. يعني وحاولوا إذا واجهكم تحدي استشيروا أولياء أموركم، لأن هم يريدون مصلحتكم. مستحيل أكو أولياء أمور يريدون السيء لأبنائهم. صحيح. صحيح. نعم، هاي كلش مهمة. وإذا مثلا يعني تخافون من شيء يعني حاولوا دائما يكون الاب سند لكم. روحوا قولوا بابا نريدك ويانا. صحيح. نريد يعني طلبوا دعم من اخوانكم يعني، وهذا الشيء مهم. الاخوان هم سند. احنا عندنا قصص نجاح كلش هواي. الاخوان هم قدروا يغيرون وينقذون الاسر. البنات قدروا يغيرون. مثلا الاخوان يعني مثلا بالعائله الاب كان يريد يتزوج زوجه ثانيه، من خلال الوعي ازداد الاخ يعني هو شاف دوره. يعني هو نصح ابوه بابا ليش انت تريد تتزوج، لان احنا ضمن ثقافه المجتمع الاب يستمع الكلام الابن الكبير. نعم، او الابناء الذكور بداخل العائله. يعني هو نصح ابوه. الاب ترك القضيه اللي كان يريد يتزوج زوجه ثانيه، او هو اللي ما خلى الاب يعني يزوج بنته هو قاصر، هي قاصرة. يعني هو اللي كان دعم وسند لأخته حتى يكمل دراسته. بابا خليه أختي تكمل دراستها وأني أكون يعني أوقف وياها وما أخلي أحد يتحارج بيها، وأكون دعم وسند إلها اللي حد ما تكمل دراستها. صراحة أكو قصص نجاح كلش هواية. يعني دائما خلي الأولياء الأمور يحاولون الأخوة والأخوات يكونون أصدقاء، مو الأخوة يكون رقيب على أخته او يعني هو يكون مسيطر حتى لو كان غلط. اي والوالدين يأيدون لأن يقولون الولد كبير. نعم. لازم تسمعين كلامه وهو غلط. نعم، وايد اشوف هذا. نعم، هذا مشكله، وهذا اللي يخلق التمييز بواقع المجتمع. يعني ربوا ابنائكم بسواسيه بعداله. المصرف اللي تنطوه للابن انطوه للبنيه هم هو يكمل دراسته، خلوه هي هم تكمل دراستها. يعني وعندنا كثير من القصص هي اللي كانت دعم وسند لاولياء امورها لما كبروا. الابن راح وتزوج وراح ببيته واستقر، البنيه هي كانت دعم وسند لهم. يعني وعندنا يعني كثير من القصص اللي موجوده. الاولياء الامور في مجتمعنا. نعم، هم اللي حطموا الابناء. بس احنا نريد قصص نجاح نخلقها، واللي هي من خلال تعامل بسواسيه مع يعني بعداله. صحيح. بين الولد وبين البنيه. صحيح. حتى يعني خلينا نقول نخلق اسره سليمه. صحيح. هم يدعمون بعض. يمكن يعني اخويا اذا يصادقني احسن مما يصادق الغريب. صحيح. لان اني اخته اني ما اطلع اسراره. صحيح. هو يعني ودائما نتعاون بالبيت. صحيح. وهاي يمكن حتى إذا صارت مشاكل بالبيت إحنا نقدر نحل المشاكل ونضغط على أولياء الأمور. مرات أكو يعني طرف ثالث يتدخل بداخل الأسرة. دائما نحاول نبعد هذا الطرف الثالث إذا هو كان سبب الشر. يمكن أصدقاء السوء أكو، يمكن يعني جهات أكو ما يحبون هاي الأسرة تستمر. لا، إحنا إذا كنا واعين نخلق أسرة سليمة. وينشئ دائما إحنا نقول الأبناء على أسرة سليمة ينتقل. صحيح. والمحبة هم تنتقل. صحيح. يعني إذا إحنا ما نحاول يعني نزرع الحقد بداخل أبنائنا، لا، نزرع المحبة ونزرع خلينا نقول التعامل السوي. صحيح. مع بعض. بصراحة هم يكونون ناس ناجحين بالمستقبل. صحيح. وبالنتيجة تنعكس على واقع المجتمع. والمجتمع يعني احنا نقول الأسرة أصغر خلية بالمجتمع. إذا الأسر كانت سليمة المجتمع يكون سليم. وهذا حلمنا اللي نخلق من يعني هاي المجتمعات دا تتطور وتخلق الإنسانية. وإحنا هسه يعني رسالتي للفتيات هي أنتوا قياديات المستقبل، أنتوا قدوتنا بالمستقبل. وإذا احتاجيتونا إحنا موجودين. يعني أتمنى لو تراسلونا على الصفحة أو الخط الساخن، وإحنا موجودين من أجلكم. يعني وبيكم وبالمجتمع إحنا موجودين. يعني إحنا هدفنا هي خدمة المجتمع. المجتمع إذا تواصلوا ويانا إحنا موجودين. والحمد لله يعني الجهات الحكومية يعني ناس خيرين موجودين بكل مكان.
والإعلاميين ويعني وبقية الجهات الأخرى كلهم كانوا داعمين سند، لأن إحنا لا سنة ولا سنتين مستمرين، إحنا تقريبا هاي 19 سنة مستمرين بهاي المسيرة، وإن شاء الله نكمل إذا بالعمر بقية. والحمد لله يعني أنا دائما أقول إذا أنا طلعت من شغلي أكو ورايا 20 شخص راح يكملون المشوار، وهذا اللي إحنا مو كل شخص قائد. صحيح. إذا شخص يصير قائد لازم يترك وراء العشرات القادة. نعم. وهذا اللي إحنا نطمح به، ما نترك الساحة الكركوكية تكون فارغة، وإنما نترك قادة ورانا سواء كان من شباب وشابات حتى يكملون المسيرة اللي إحنا كملناها. نعم. ست سرود، عاشت لسانك ونشكرك على هاي الجيتك وعلى كل هذه النصائح، إن شاء الله راح يطبقوها المشاهدين. في نهاية البرنامج لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل للسيدة سرود محمد، مسؤولة منظمة الأمل للدفاع عن حقوق المرأة، ومع السلامة وإلى اللقاء.